أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. ده كان خطاب أو كلمة السيد الرئيس، واللي برر فيها كل ما يحدث في مصر الآن بوجود مؤامرات وفلول وبقايا نظام وفساد نتمنى أن نسمع عنه بالوثائق إن شاء الله من خلال النيابة. لم يغير شيئا فيما تسرب من إعلان دستوري أو موعد استفتاء، ولكن يضع القوى المدنية على إطلاقها بالحضور إلى مقر الرئاسة الساعة 12:30. القوى المدنية ده عنوان كبير قوي. في نفس الوقت وقعت جرائم إرهابية مرفوضة بحرق مقر الإخوان المسلمين في المقطم، بتكسير مقر الإخوان المسلمين والاعتداء عليه في الكتكات. الحرية والعدالة ومقر الحرية والعدالة اتحرق في المعادي. هذه الجرائم طوال الوقت أصر على أنها جرائم لا تجوز أبدا. كان يجب أن يكون معي الآن المناضل السياسي مؤسس التيار الشعبي الأستاذ حمدين صباحي، ولكن في الفاصل اتصلت بي إدارة القناة وطلبت عدم ظهور الأستاذ حمدين صباحي بزعم أني لم أبلغ إدارة القناة، وأنا أبلغت مدير القناة. أنا بحترم إدارة القناة جدا، بحترم أسبابها ومبرراتها، متفهم حاجات كتير بتحصل في البلد مش مفهومة، لكن أنا كمان أنا مش سياسي، أنا راجل مهني. احتراما لمهنيتي واحتراما لضيفي العزيز الذي شرفني الليلة، أنا كمان بأعلن انسحابي من العمل. مش عايز أشتغل خالص، يعني لو أدت مش هشتغل تلفزيون تاني، مش هشتغل. مع كل احترامي لحضراتكم أنا بعتذر عن إنهاء البرنامج، احترامي الكامل لإدارة قنوات CBC وتقديري لرؤيتها السياسية وللواقع السياسي وللظروف المحيطة، لكني أجد لزاما علي أن أعلن انسحابي. أشكركم وإلى اللقاء.